انا يا احمد؟ انا ما بفكرش الا في نفسي بعد كل ده؟ احمد، اولا انا مش محتاجه اني اديك مبرر احنا هنا ليه، لان نهد صاحبتي من زمان، من قبل ما انتوا حتى تعرفوا بعض، ولا نسيت؟ وعموما انا مش عاجبني حالكوا ده اصلا، لانه حالكوا ده حال غير انساني، وخصوصا علشان خاطر الولاد. طب اعملوا حتى خاطر للولاد. على فكره انا فاهم انت بتتكلمي في ايه، وانا لو هفكر اسافر واحنا في الوضع المنيل ده، مش لما اطمن على امك الاول ولا ايه؟ ان شاء الله هتلاقوها. ماما كريمه مامتي التانيه، وربنا يعلم بيا اني انا قلقانه عليها زيكم. بس قول لي بقى، قبل ما موضوع ماما كريمه انت كنت بتعمل ايه؟ ايه بعمل ايه يعني؟ كنت بتسهر، تقريبا مش موجود في حياتنا. خلاص خلاص يا جماعه، ارجوكم اطمن على ماما، وبعد كده نبقى نتكلم في اي تفاصيل تانية. ايه يا دودو، ازيك يا حبيبتي؟ لا خالص، مفيش اي مشكله. طيب تمام، مفيش مشكله، حاضر خلاص خليها بكره. طيب اوكي، سلمي لي على الولاد. حاضر، بوسهم لي. يوصل، حاضر. باي باي. وفي ايه؟ مفيش حاجه، هي كانت موعداني ان انا اخدها النهارده ونروح بيت عمي عبد الحميد علشان تزورهم وتطمن عليهم، وبعدين حصل لها ظروف فقالت لي خليها بكره، قلت لها ماشي. يعني هي مش غريبة قوي يعني حكاية الود المفاجئ ده؟ من امتى ولاد كريمة بيعرفوا الواجب ويودوا حد؟ دول قاطعين صلة الرحم خالص يا بنتي. سبحان مغير الاحوال يا سمسمه، يعني احنا نكره ان اهلنا يودونا ويزورونا؟ يا حبيبتي ياما وديناهم وزرناهم، لكن هما دايما كده في حالهم واخدين جنب، من ساعة دلال ما رفضت سامي وهم واخدين جنب من الكل. ايوه بس طنط كريمه عمرها ما قصرت معانا ولا مع طنط فتحيه. بس فتحية شايلة في قلبها منهم من ساعتها علشان سامي ما اتجوزش لغاية دلوقتي. يا ماما الجواز اسمه ونصيب، وما يزعلش حد، لا غريب ولا قريب. وبعدين انا حاسه انه دلال فيها حاجه كده مش مظبوطه. امبارح بعد ما مشيت كلمتها كتير في التليفون ما ردتش. بكره ان شاء الله لما هقابلها هسالها على طنط واطمن عليها واطمنك. ربنا يا بنتي ما يجيب حاجة وحشة أبدا. يا رب. ترى يا ابو حميد، هو انت ما تعرفش ان الاستاذ اسامه ده يبقى ابن عم ابويا؟ هو قريبك وانت ولي امر يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يا احمد، يا احمد انت مالك قافش كده على الدنيا؟ ما تاخد الامور ببساطه. كل ما هنالك ان الراجل يعني بيوسط خالد علشان يكلمك. يكلمني؟ ده بيبلغوا ان عقدي انتهى في المدرسه وانهم مش عايزيني تاني. طب شكرا يا سيدي على المعلومه. بقول لكم يا جماعه، انا قلت اللي عندي، انا بجد ما على الرسول الا البلاغ. اتصرفي بطريقتك بقى مع اخوكي. ما تقولي حاجه يا ناهد. ماليش دعوه، انت عايزاه يتهمني تاني اني انا ما بفكرش الا في نفسي؟ يا احمد ما تضايقناش بقى، هو حد لاقي شغل اليومين دول؟ ما تمسك في شغلك كده واعقل. روح بكره واعتذر له وخلصنا. وانا من جهتي يعني هقول له ان احمد ما كانش يقصد يتجاهله ويهينه، وانه يعني كان عاوز ان ايه؟ انت عايزني امشي احكي للناس يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم انت بتبرر في ايه يا خالد. وبعدين انا ما غلطتش في حد، انا اتكلمت معاه في نطاق شغلي وبس، هو اللي استفزني. خلاص يستحمل بقى. طب سوري يا جماعه، انا هروح اطمن على الولاد. يا احمد لايمها بقى، خالد يقصد لم الموضوع يعني لحد ما تلاقي شغلانه تانية احسن عشان خاطر ناهد والولاد. مش هي دي ناهد اللي انت كنت مستعد تعمل اي حاجه عشان خاطرها؟ ماشي ماشي يا دلال، بس انا هاخد بكره اجازه عشان لو هسافر انا وجلال يعني. اجازه ايه بقى؟ احنا بنلصم في الموضوع وعايزين نخلصه. انا مش هعمل اي حاجه في حياتي غير لما اطمن على امي، تمام؟ يا عم ربنا يحلها من عنده، هيدبرها ان شاء الله وتطمنوا كلكم. احنا هنعمل حاجه دلوقتي ولا ايه؟ لا انا خلاص اعتذرت الكوثر ان هي مش فاضيه بعد الظهر. طب ما تروحي انتوا تطمني ونخلص. ما اقدرش اروح. احنا مش متدخلين مع بعض. مش مع بعض يعني قوي زي ما طنط سامي. مفهوم. وانا كنت عاوز اروح ابص على الشقه عشان اخد رايك يعني في اللي بيحصل، لحسن تزعلي ولا حاجه. ياه، تاخد رايي؟ والله كنت فاكره اني شفافه. لا العفو، ده انت على راسنا، ده انت الكل في الكل يا دلال، ما تقوليش كده. ده رايك ده اهم راي. ده انا حتى جبت معايا الولاد عمر وحمزه عشان يتفرجوا ويفرحوا معانا يعني. ما تيجوا معانا يا احمد انت والمدام، ادونا رايكم بالمره. ماشي، ما عنديش حاجه، مبروك. الله يبارك فيك، عقبال شقتكم ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله. يا ناهد،
ما تجيب لنا الولاد بقى عشان نتكل على الله كلنا بسرعه كده وننجز. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا استاذ، رايح فين؟ يا وكاله من غير بواب ولا ايه؟ وحضرتك البواب؟ بواب؟ ده منظر بواب بذمتك؟ يعني دي وكاله اصلا؟ هو حضرتك ساكن هنا جديد ولا ايه؟ انا ساكن في الرابع في 44. 44؟ ايوه بس دي شقه الاستاذ شوقي. ايوه ما انا عارف، ما هو انا اخو الاستاذ شوقي. والله اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا والله. طب اتفضل يا فندم، اتفضل. شكرا. ايوه بس في حاجه اقولها لحضرتك، بس المفتاح بتاع الاسانسير مش معايا. طب حضرتك افتح لنا. هو بقول لحضرتك المفتاح مش معايا. مفتاح مش معاك. ولا انا معايا مفتاح. هو الاسانسير لازم يكون بمفتاح؟ طبعا يا فندم. ما المفتاح مع مين؟ مع الاستاذ شوقي. مع الاستاذ شوقي المفتاح. على الاستاذ شوقي. طيب طب نطلع بقى احنا 4 ادوار كده على السريع، ها؟ رياضه، ها؟ يلا بينا. يلا بينا. اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. ايه الجمال ده؟ ايه رأيك يا دودو؟ ها؟ تحفة. رأيي في ايه؟ في العظمة دي. بصي شقتنا بقت حلوة ازاي؟ شقتنا؟ هي شقتنا فعلا. ايوه. اظن يعني. ايه رأيك؟ لا انا مش هقول رأيي، انا هسيب احمد وناهد هما اللي يقولوا رأيهم. عندك حق، ده راجل فنان وهيفهمني. ايه رايك يا ابو حميد في الشقه؟ ايه رايك في التشطيب والالوان والشياكه بص ايه ده؟ بص شايف الاضاءه الارجوانيه دي؟ تحفه. بص الله، بص التشكيلي ده هيكمل على فكره، خلي بالك لما هيكمل بقى. انا عايزك تقولي رايك بصراحه. خالد، ده ذوق مين يا خالد؟ ذوق شوقي طبعا، ما هو الموجود كان بيسد. يسد النفس؟ ده ذوق؟ دي ديكورات؟ دي الوان؟ وان شاء الله عمال ايه بقى في الحمام؟ افتح الدش يغني؟ امال ايه؟ ايه القرف ده؟ قرف؟ جرايه دلال بقى الراجل كان طالع عينه ليل ونهار مع الصنايعيه عشان يشطب لك شقتك، وانت قاعده معززه مكرمه وتيجي تقولي على شغله قرف؟ حرام عليكي. بعدين محبكاها قوي يعني. الوان ايه ونيله ايه؟ هتفرق معاكي في ايه؟ لا تفرق كتير قوي يا خالد، تفرق كتير، تفرق في الراحه النفسيه، تفرق في الشياكه. ده بيتي اللي انا هعيش فيه مش حد تاني. اسمع خالد، كل ده لازم يتهد. نعم يتهد؟ ده ايه؟ اتجننتي بقى ولا اتخبلتي في مخك ولا ايه؟ انا هقعد اكوع دم قلبي كل شويه؟ انا شقيان في الفلوس دي، مش برميها في الارض. واللي شقيان في الفلوس دي يصرفها في الديكورات والقرف ده. طب اهدوا يا جماعه، مش كده يعني. تقدروا تجيبوا مهندس ديكور يظبط لكم اللي انتوا عايزينه. جرى يا مدام ناهد، مهندس ديكور ايه بس؟ واحنا فاضيين للفشخره والمنظره دي؟ انا مش هكوع دم قلبي تاني في مهندس ديكور. هو كده، انا مش تحت امر دلال هانم عشان ذوقها مش عاجبه العجب. انا عندك حق، العجب ده عشان انا شفافه. مش انا شفافه؟ شايفين شفافه ازاي؟ شفافه مش كده؟ لكن الاستاذ شوقي اخوه والكونتيسه مراته هم اصحاب الراي، لكن انا بكالوريوس الهندسه اللي مرمي في البيت ده ولا له اي لازمه، صح؟ اسمع بقى يا خالد، انت لازم تشوف لي حل في الموضوع ده. نعم. حل ايه؟ احنا كام يوم وماشيين. وانا قلت لك ان انا مش ماشيه من هنا غير لما اطمن على امي، وحتى لو شفتها واطمنت عليها انا هجيب مهندس ديكور، واحمد هو اللي هيشرف عشان يغير القرف ده كله. اهدي بس يا دلال، نطمن على ماما ونعمل لك كل اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه هيحصل. انت بتحايلها كده ليه يا عم؟ هي عيله صغيره، ما هي فاهمه كل حاجه اهي. بقول لحضرتك ايه، الشقه حلوه كده يا مدام دلال، عاجبك على كده عاجبك، هي على السكن اهي. اهدى بس يا خالد، تعالى نروح دلوقتي ونشوف هنقدر نعمل ايه باقل التكاليف. دي حاجه بسيطه اهي. لا ناهد. اتفضل. مش عاجبها الشقه؟ والله تحفه. انتوا بتعملوا ايه انتوا كمان؟ مش احنا؟ يلا ما يلا هي رحله. يلا حبايبي، يلا يا ولاد، يلا. حرام والله فيها فن. ايوه مساء الخير. مساء النور. انا كنت نازل اجيب عيش لامي يعني، فقلت اعدي عليكي عشان لو محتاجه عيش. لا متشكرين. هي كوكي فين؟ كوكي نايم.
بس كنت محتاجه يعني تطلع لامي تلعب معاها شويه. يبقى سلم لي على امك. طب استني اقول لك حاجه. طيب بقول لك ايه يا واد انت، ما تمشي من هنا بقى بدل ما جلال يعمل لنا مصيبه.